بيقرر انه يدور على بنت صاحبه اللي كان معاه في السجن علشان هيموت، لكنه بيكتشف انه ضحية خدعة اكبر بكتير من اللي هو كان متخيلها. ومن غير ما نطول عليكم يلا بينا نشوف احداث فيلمنا النهارده. بيبدأ فيلمنا مع راي وديفوي وهم قاعدين في السجن، وبيكون راي راجل كبير وسجين قديم في السجن، وبيودع راي ديفوي الشاب اللي قاعد معاه، وبيقول له راي انه يحافظ على حياته لما يخرج علشان ما يرجعش للسجن تاني. وبيتصور ديفوي وبيستلم حاجته وبيخرج، وبيشوف راي وهو ماشي، وبيفتكر الطلب اللي طلبه منه، وهو ان عنده عيلة وخبى عليه لانه ما يعرفش عنهم حاجة. وبيقول له ان ليه بنت اسمها مارينا ما يعرفش هي فين، بس كان في صورة منشورة ليها في جورنال من شهر وما يعرفش هي في فيرجينيا ولا لا. وبيطلب منه يحاول يلاقيها علشان يطمن عليها لانه ما عملهاش كويس وهجرهم من زمان ومش بعيد تكون فاكراه ميت. وبعدين بيديله الصورة بتاعتها علشان يدور عليها، وبيروح يصرف شيك بقيمة $21 من السجن علشان يرجع لحياته. وبيروح لمطعم على الطريق، وصاحبة المطعم بتعجب بيه وبتقوله ان الاكل مجاني منها. وبعدها بتقفل المطعم وبتقوله انها عرفت انه لسه خارج من السجن، وبتحاول تقرب منه وبتسأله اذا كان قاتل ولا لا. فبيعرف ديفوي انها مجنونة وبيعتذر لها وبيسيبها وبيمشي. وبيروح لبيت ابوه اللي كان ليه ملف في الشرطة هو كمان، بس دلوقتي شغال في الصيد وملتزم وعايش حياة هادية. وبيساعد ابوه في الصيد عن طريق انه بيغطس وبيخرج الصناديق اللي بيصطادوا بيها السمك. ولما بيرجعوا تاني يوم بيديله ابوه بدلة علشان ديفوي يروح يقابل الشرطية بوني اللي هتكون مسؤولة عن مراقبته لمدة سنة. وهناك بتقوله هو ازاي هيعيش مع ابوه وهو ليه سجل اجرامي. بس ديفوي بيقول لها انه عرف ان طالما ابوه سجله الاجرامي نضيف لاكتر من 10 سنين ممكن يعيش معاه. وبتعرفه انه ممنوع يخرج بره ولاية فيرجينيا لمدة سنة ولا حتى في نهايات الاسبوع. وبيوافق ديفوي بس بيكون متضايق لانه كان عاوز يدرس في جامعة تانية قريب. ولما بيخرج بيتكلم مع راي وبيقوله على اللي الشرطية قالتهوله، وبيقوله ديفوي انه بعد ما السنة ما تخلص هيسافر ويشوفها. بس راي بيقوله ان عنده كانسر في العظم وهيموت وعاوز يطمن على بنته قبلها. وبعدها بيقفل راي معاه وبيشتم واحد من السجناء اللي معروف عنه انه بلطجي، وبياخده الضابط للحبس الانفرادي. وبالليل بيرجع ديفوي للبيت وبيقول لابوه انه هيسافر بس بره الولاية لمدة يومين علشان وعد صديقه. وبيكون ابوه متضايق انه يعرف واحد من السجن، بس ديفوي بيقوله انه هيرجع قبل ما بوني تيجي تدور عليه بعد بكرة على طول. وبيقوله انه هو هيقضي يوم واحد بس بره المدينة، وما بيكونش ابوه قدامه حل غير انه يوافق، وبيديله فلوس ومفتاح الموتوسيكل بتاعه، وبيقوله ياخد باله من نفسه. وبيودعه ديفوي وبيمشي. وعند راي بيجيله لويس في الحبس الانفرادي وبيكلمه من قدام الزنزانة، وبيقوله ما يغلطش في السجين تاني لانه ممكن يقتله. ووقتها راي بيقوله انه لازم يكون ليه شخصية وقوة في السجن علشان يقدر يكمل وقته هنا، مش مجرد تابع لشخص قوي. وبيوصل ديفوي للمدينة اللي الخبر نزل فيها، وبيروح يشرب قهوة، وبيكون في 3 عواجيز قاعدين في المطعم وبيتكلموا عن حطام السفينة، وبيقولوا ان في ناس معتقدة ان السفينة دي علامة من علامات الرب. وبيتكلم ديفوي مع الست اللي قدمت له القهوة وبيوريها صورة مارينا بنت راي، وبتسأل الناس اللي في المطعم عن الصورة. وبيقول له واحد من العواجيز ان البنت اسمها إيف مش مارينا، وهي بنت صاحبة المكتبة. وبيعرف عنوان المكتبة وبيروح هناك وبيقابل بنت صغيرة اسمها هاربر، وبتكون البنت قاعدة بتلعب بألعابها، وبتيجي واحدة تانية اسمها جيسي وبيعرف منها ان إيف صاحبة المكتبة في رحلة عند المنارة. وبيروح هناك وبيفضل واقف مع فوق سياحي وبيشوف إيف وبيطلع وبيسمع كلامها عن السفينة والمنارة. وبعد ما بتخلص كلامها بينزلوا من المنارة، وبيقول لها ديفوي ان كلامها جميل وبيسمع منها شوية حكاوي عن السفينة. وبتقوله ان وجودها في المكان ده لغز لسه محدش يعرفه، لان مفيش عنها اي معلومات ولا هي ولا البضائع اللي كانت عليها، وان المكان اتقفل بسبب ان في مجموعة غرقت هناك، وكان في اطفال بيلعبوا على الشط وغرقوا هم كمان، وان بعد كل ده لسه اللغز ما اتحلش. فبيقول لها ديفوي انه زعلان علشان وقت حل اللغز مش هيكون في المدينة دي اصلا. وبتقترح ايفي عليه انه يروح معاها ويشوف السفينة من قريب، وبيروحوا للشط وبيقفوا وبتتكلم معاه عن السفينة. وفجأة بتقع الاسورة بتاعتها منها، وبتكون زعلانة لان الموج اخدها، وبتقوله ان دي هدية ابوها ليها، وبتقوله انها كانت اخر حاجة خدتها من ابوها. وبعدين بتقوله انهم لازم يمشوا علشان المادة قرب يحصل. وبيشوف ديفوي الاسورة وسط الصخور، وقبل ما تختفي بينط في البحر وبيجيبها. وبتلف ايف وبتشوفه في البحر وبيخرج وبيوريها الاسورة، وبتشكره وبيقول لها انه اتولد في حمام سباحة وبيعوم على ظهره. وبيقول لها كمان ان هو والمية بيتفقوا جدا مع بعض.
وبتقوله إيف إنه لو ما سافرش يروح معاها بالليل المكان اللي جنب المينا وهناك هيلاقي حاجات حلوة كتير، وبيسيبها وبيكلم راي وبيقوله إنها بنته، وبيقوله راي على الإسورة وبيشكره إنه طمنه على بنته. وبعدها بيروح يقابل إيفي وبيقعد وبيتكلم معاها عن السفينة. وفي السجن بيكون راي قاعد في الاستراحة، وبعد ما بتخلص بالليل بيجوا الضباط يدخلوهم، وبيروح لويس وبيضربه بحاجة في بطنه وبيطلب الضابط الإسعاف بسرعة لما بيشوف راي بينزف، وبياخدوه لأقرب مستشفى وبيكون معاه المسعف و2 ضباط بيحرسوه. وفي الطريق بيصحى راي فجأة وبيضرب الضباط والمسعف وبيقول لهم إنه محتاج يموت حد، وبيموت واحد من الضباط وبيهرب، وبياخد معاه لبس الإسعاف وشوية أدوية لما بيعرف منهم سرعة العربية، وبيعرف إنهم مستحيل يحصلوه. وعند ديفوي بيروح مع إيف للمينا وبتوريله مركب خاصة بيها وبتاخده رجله للبحر، وبعدين بتقوله إنه هيمشي الصبح وكان لازم يتبسط، وبيكون فرحان جدا بقعدته معاها. وبيقربوا من بعض، وتاني يوم بتوصل بوني الشرطية عند أبو ديفوي وبتسأله عنه وبتكون شاكة إنه سافر، وبيقول لها أبوه إنه ما يعرفش هو فين وممكن يكون بيتمشى أو جوه الولاية، وإن هو لو سافر يبقى راح لأمه لأنه أكيد مش هيقوله لأنهم منفصلين. وبيقول لها إن ابنه فضل بعيد عنه سنين كتير وبدأ يقرب منه من قريب ومش هيزعله أبدا، وبتقوله إن الأفضل إنه يكلمه ويخليه يرجع لأن في مجرم هرب، وإن المجرم ده ديفوي كان على علاقة بيه وده هيخلي موقفه سيء جدا وممكن يرجعه للسجن تاني. وبيصحى ديفوي من النوم وبيلاقي نفسه في المركب مع إيف وبتحكيله عن أبوها وهم طالعين في رحلة في البحر، وبتقوله إن أبوها مات من 7 سنين وكانت الأسورة دي آخر حاجة منه، وإنها من ساعتها ما زارتش قبره أبدا. وبيوصل راي لبيت واحدة عجوز وبينضف جسمه بالمية، ولما الست بتسأله هو مين بيدخل البيت وبيقول لها تديله قهوة، وبيكون لابس طاقية المسعفين، وبيقول لها إن في بنت تاهت وهم كانوا بيدوروا عليها وتاهت منهم في الغابة واتصاب لما العربية اتقلبت بيهم. وبيدخل الحمام وبيعالج جروحه وبيحلق شعره ودقنه وبيخرج، وبتقول له الست إن مفيش حد بيزورها غيره هو دلوقتي وساعي البريد. وبعدين بتقوله إنه شكله حلو جدا بعد ما حلق، وفجأة بيكلبشها بالكلبشات اللي معاه وبيخرج من البيت وبيحط المفاتيح بتاعة الكلبشات في صندوق البريد لما الساعي يجي ينقذها، وبياخد عربية الست وبيهرب بيها علشان يخرج من فريجينيا. وبيكلم ديفوي وبيقوله إنه بياكل أحسن وجبة دلوقتي، وبيعرف منه ديفوي إنه هرب وبيشك في أمره. وبيروح لإيف وبينادي عليها باسم مارينا وبتستغرب الاسم وبتقوله إنه أكيد غلطان، وبتقوله إنه أكيد محتال سابق وبعته راي. فبيقول لها إنه أبوها وعاوز يطمن عليها وإنه ما كانش هيقدر يأذيها، بس إيف بتقوله إنه الراجل ده هرب علشان عنده طار وهو إنه يقتلها. وفي الوقت ده بيوصل راي للشط وبيطلب من بحار يوصله للمنارة، وبتسأل إيف ديفوي إزاي راي أقنعه، فبيقول لها إنه مديون ليه لأنه ساعده كتير قبل كده. فبتقول له إيف إنه مجرم ودي طريقته علشان يسيطر على الناس، وإنه أكيد عرف إنه كذاب لما كلمه لأنه بيدرس الناس كويس جدا وبيطلب منهم يردوا له الدين. وبتقول له إنه مرة قال إن أمه ماتت علشان يهرب من مخالفة ودينه عندها، وإن هو دلوقتي عاوز يقتلها لأنها السبب في دخوله السجن. وبيظهر إن راي قتل البحار ورماه في البحيرة علشان يكمل الطريق لوحده. وبتاخده وبترجع للبيت وبتلم الحاجات المهمة وبتسأل ديفوي لو كان راي يعرف أي حاجة عن بنتها هاربر، بس ديفوي بيقول لها إنه ما يعرفش لأنه كان فاكرها بنت جيسي. وبعدها بيمشي ديفوي وبيستناها في المنارة، وبتقول إيفي لجيسي إنها لو ما رجعتش كمان أسبوع يبقى المكان ده ليها، وبتقول لبنتها إنهم هيعملوا مغامرة مع بعض. وبتخرج هاربر تاخد لعبها، وبتكون إيف بتتكلم مع جيسي بس فجأة بتشوف الباب مفتوح وما بتلاقيش هاربر، وبتعرف إن راي وصل وأخدها. وبتروح للمنارة بسرعة وبتقول لديفوي اللي حصل، وبيطلب منها تحكيله إيه اللي مخليه عايزها كده، وبيقول لها إنهم لازم يبلغوا الشرطة، بس إيف بترفض وبتقوله إن الشرطة لو عرفوا حقيقتها هيقبضوا عليها، وإن راي عايز حاجة معاها علشان كده مش هيأذي هاربر. وبتيجي رسالة لديفوي إن راي عاوز يقابلهم في الكنيسة، وبيتفق ديفوي مع إيف إنه يروح يقابله ويبادل البنت بالحاجة اللي معاها واللي بتكون عملات أثرية قديمة جدا. وبتحكي له إنه كان صاحب أمها وبعدها اتعرف عليها وسرقوا العملات دي مع بعض، وإن العملات دي كانت في موقع أثري للجنود، ووقتها هي هربت والشرطة قبضت عليه هو. وبيكون راي في المركب بتاعه اللي كانت مع إيف وبيتكلم مع هاربر وبيوريها صورة لأمها وبيقنعها إنه صديق ليها. وتاني يوم بيروح ديفوي وبيقابل راي في الكنيسة وبيقوله إن إيف خدعته هو كمان، وبيوريله صورتها معاه وهي في حضنه وإنها خدعته وإنها نصابة. وبيخرج ديفوي من الكنيسة وهو متعصب، بس بيتفاجئ ببوني الشرطية بتقبض عليه وبتقوله إنها ترجعه لفريجينيا، وبيحققوا معاه وبتقوله إنها راحت لأمه وعرفت إنه مراحش زارها زي ما أبوه قال، وبتقوله إنها حاسة إنه كويس وإنه لازم يقول الحقيقة لأن مكالماته مع راي متسجلة وممكن تكون في صفه. وبتقوله إن راي قتل واحد ولو قتل ضحية تانية هيتورط معاه وهيرجع للسجن تاني.
وبتوريله صورة البحار اللي ماتوا. بتكون إيف عند راي في المركب علشان تشوف بنتها، وبتبعت رسالة فيها حرف التي لديفوي، وبتخرج تتكلم مع راي وبتقول لبنتها ما تتحركش من مكانها. بس لما بتخرج بيضربها راي في وشها وبتنزف، وبيقول لها إنها خدعته، بس هي بتقوله إنها كانت خايفة وكانت صغيرة وما كانتش تعرف إنه هيتقبض عليه. وبيكون ديفوي في الطريق مع بوني علشان يقبضوا على راي، وبيقفوا علشان يدخل ديفوي الحمام، وبيفهم معنى الرسالة بتاعت إيف إنها في المركب من يافطة البحارة اللي في الحمام. وبيخرج بسرعة وبيقول لبوني إنه حتى لو هيتحبس علشان حاجة هو عملها وتكون كويسة. وبيوصل بسرعة للشط، وبتكون إيف في الوقت ده بتحاول تقنع راي إنهم يكملوا ويوصلوا للمركب المهجورة علشان يشوف البضايع اللي فيها، وبتقوله إن 7 سنين مش كتار زي السنين اللي جاية وهيقضوها مع بعض. وبتقوله إنها تساعده، وبيكون هيقتل بنتها بس هي بتقوله إنها بنته، وبيسيبها وبيقول لها إنها هي اللي هتغطس وتجيب الحاجة. بس بعدها بتقوله إنها بتحبه وهيكملوا مع بعض، وإنه المفروض ما يلومهاش على خوفها زمان. وبتقرب منه وبتحضنه، وبتشوف وقتها ديفوي وصل، وبعدها بيبعد راي وبيقول لها إنه عارف إنها بتكذب، بس بيتفاجئ بديفوي بيضربه وبيكون راي هيقتله. بس بتتدخل إيف بسرعة وبتجيب آلة حادة وبتغرزها في بطنه، وبياخدوا راي وبينط في المية. وفي البحر بيحضنوا راي وبيخلي الآلة الحادة في جسمه هو كمان، بس ما بيقدرش راي يقاوم وبيموت. وبيسيبوا ديفوي يغرق، وبتحدف له إيف حبل علشان يطلع، بس هو بيقول لها إنه هيقدر يوصل للشط عوم، وبيقول لها إنها بالعملات اللي معاها تكمل حياتها هي وهاربر بعيد. وبتقرر إنها تمشي علشان تحمي بنتها، وبتقوله بعد ما يخلص موضوع الشرطة يحاول يلاقيها تاني، وبتديله الاسورة بتاعتها وبتودعه هي وهاربر وبيمشوا. وبعد فترة كبيرة بيظهر ديفوي وهو خارج من السجن بعد ما أخد عقوبة إنه سافر برا البلد، ودي عقوبة صغيرة، وبيستلم كل متعلقاته اللي من ضمنهم الاسورة بتاعت إيف. وبيروح بعدها تاني يوم وبيقابل بوني الشرطية اللي بتقوله إنهم ما لقوش البنت ولا أمها وما قدروش يثبتوا أي حاجة عليهم، وإن القضية اتقفلت، وإن المركب كانت وسط الصخور. وبتودعه وهي عارفة إنه المرة دي هيلتزم بالقانون. وبيخرج ديفوي وبيشتغل مع أبوه لحد ما السنة تخلص علشان يبدأوا يدوروا على إيف من تاني. ولحد هنا بيكون خلص فيلمنا النهاردة، وبيعلمنا الفيلم إن إحنا ما نثقش في أي حد غريب أبدا. ولو عجبك الفيلم ما تنساش اللايك والشير وتفعل زر الجرس، وسيب لنا رأيك في الكومنتات وقول لنا إيه الأفلام اللي حابب إننا نلخصها لك.